لو حسيت إنك مقصر، إنك بتحب ربنا بس مش قادر تبقى زي اللي في الكتب، مش نبي ولا ولي ولا حتى ملتزم قوي، بس قلبك متعلق، اسمع الكلام ده كويس واتفرج لآخر الفيديو عشان في رسالة محتاجة أقولها لك من فيديو النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول أدهم شرقاوي: يا الله، إني لا أصلي لك كما يليق بك، ولا أصوم كما كان يفعل داود، ولا أصبر إذا مرضت كما صبر أيوب، ولا أسبح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت، ولا آخذ ديني بقوة كيحيى، ولا أغض بصري كما غض يوسف كل جوارحه، ولست متسامحا لحد القول اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكني مثلهم يا الله أحبك. المشكلة إن في ناس كتير مننا فاكرة إن القرب من ربنا لازم يبقى كامل، صلاة بلا تقصير، صبر بلا شكوى، إيمان بلا ضعف، فلما نقع نحس إننا مش أهل، ننسحب ونقول ربنا مش هيقبلني كده. الحل من المشكلة دي إنك تفهم إن ربنا ما طلبش منك تبقى نبي، طلب منك تبقى عبد بيغلط ويتوب، بيقع ويقوم، بيضعف ويرجع. اللي جمع الأنبياء مش الكمال، اللي جمعهم إنهم رجعوا لربنا بقلوبهم. فالرسالة اللي عايز أوصلها لك من فيديو النهاردة: لو أنت مقصر بس قلبك حي، أو لو أنت بتغلط بس بتندم، أو لو أنت بعيد شوية بس مشتاق، أحب أقولك أنت لسه في الطريق. ربنا ما بيقفلش بابه في وش اللي بيحبه حتى لو مش عارف يعبر عن حبه صح. وفي الآخر ما تقيسش نفسك باللي في الكتب، قيس نفسك باللي في قلبك. لو قلبك بيرجع لربنا كل ما يتعب، لو بتقع وتقول يا رب سامحني، يبقى أنت مش بعيد، أنت ماشي حتى لو ببطء. خليك فاكر ربنا لا يبحث عن الكاملين، ربنا يفتح بابه للراجعين. ارجع له زي ما أنت. ودي كانت الرسالة الأولى من كتاب رسائل من القرآن. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.